وده الوش الزملكاوي اثار الهزيمه عليه. صلاح كان موعد الناس بخصم 30% لو الزمالك كسب. النهارده الدنيا بايظه خالص. طبعا لازم تبوظ. ايه رايك في الماتش امبارح؟ عشان المدرب حمار ولاعيبه حمير. ايه رايك في الاداء بتاع الزمالك امبارح؟ الاثنين الفرقتين عاوزين قطر يقطعوا. لا الزمالك الاهلي لا كسب. لا كسب، بس الفرقتين خسروا فيهم الفلوس اللي بياخدوها. يعني الجون اوف سايد الاولاني. لا شوف اوفسايد هو ضربه جزاء. اوفسايد ازاي؟ اوفسايد ازاي؟ نمت يعني انتوا بتزعلوا ولا ما بتزعلوش؟ لا بنزعل عشان عندنا دم، مش زي لا بس انتوا متعودين على كده. لا ما بنزعل عشان احنا عندنا دم. عشان احنا عندنا دم يا عم ازاي انتوا يعني انت مش اول مره تزعل، مش اول مره تزعل، اساسا عندنا ده مش اول مره تنام زعلان. عشان الاداره عندنا تعبانه واللعيبه تعبانه. لا جايبين لعيبه ما تنفعش تلعب. عندك لعيب برازيلي يا بيه. لا ايه برازيلي؟ اللعيبه كلها ما تنفعش تلعب في طلخه، مع احترام الفريق طلخه بتاريخها الكبير، بس ما ينفعوش نصهم ما ينفعش. انت كنت حق عامل خصم لو الزمالك كسب. لاعب الكابتن حسام عبد العزيز عاوز 50 مليون جنيه بترقص نقط 18 في الاشاره. بس مفيش حاجه في التحكيم ولا اي حاجه. لا التحكيم 10/10. اول مره يجي تحكيم ما يجاملش الاهلي والزمالك. يعني الاهلي كسب حلال. لا الاهلي كسب حلال ويستاهل المكسب، عشان لعيبه الزمالك مش رجاله. لعيبه الاهلي عندها عزيمه واصرار ان هم يكسبوا. مش كنتوا بتقولوا الاهلي هيهبط لا مش والترتيب هيهبط. لا ده الكلام ده اللي بيقولوا الكلام ده ما لهمش في الكوره. اللي لهم في الكوره اللي بيتكلموا صح، اللي بيتكلموا في الكوره. يعني انت من الناس اللي لا في الكوره. لا عندي خلفيه بالكوره شويه كده. تعالى بالكابتن صلاح. الجيار احنا عملنا الفيديو ده عشان نهزر مع صلاح. طبعا راجل محترم، مدرس وعنده محل سمك في طلخه، طازه في طازه اهو. ملك البوري.